اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد اجمعين. صباح الفل عليكم. لسه صاحيين بقى من النوم، قلت اما اصبح عليكم كده واعمل مونتاج معاكم وبعد كده ابتدي اليوم بتاعي. النهارده ان شاء الله يومي هيبقى عند ماما، فاعمل لكم فيديو جامد جدا جدا. بصوا، ده بقى بعد ايه، بعد العزومه اللي هي بتاعه مشاوينا الفرخه وعملنا الرز المعمر والجلاش وكده. كان عندنا بقى كمية مواعين محترمة ورخامة على بعضها وكده، يعني كنا عاملين بقى حلو وحادق وعزومة جامدة فلازم المطبخ يبقى متكركب يعني. عايزة اقولكوا بقى ان مش المطبخ بس، يعني الشقة برا كانت ما شاء الله عليها. الناس اللي عايزة صبيان وبتحب الصبيان، حبيبتي يا رب يديكي ولدين 3 مرة واحدة. بصوا بقى، الصبيان دي تقلع وترمي في كل حتة في الشقة، تقلع هدوم، تقلع الشوز، تسرح وترمي الفرشة بتاعتها، شنطة المدرسة دي تجيبيها من اي حتة في الشقة. اما البنات بقى بيبقوا عسلات وكيوت كده وامامير، بيحبوا النظام. اقسم بالله احنا بنبقى مولودين كبنات بالفطرة كده ان احنا يعني اشطاط وعسلات. تلاقي البنت بتحب ترتب دولابها، بتحب تحط حاجتها في مكانها. انما الصبيان ما ادركوا معانا الصبيان. يا رب يرزق كل مشتاق يا رب، وينول كل حد اللي هو نفسه فيه واللي هو عايزه وزي ما قلت لكم، يا رب اللي عايزه ولد يديها 2 و3، ويخلي لي ولادي يا رب ويبارك لي فيهم ويهديهم. المواعين كان طفح، يعني الحوض قصدي كان طفح. زي ما احنا ما طفحنا كده، اقسم بالله من اللي احنا فيه. الحمد لله على كل حاجه. دخلت بقى غسلت المواعين، واول حاجه بحب ابتدي بيها هي الريسبشن، علشان لو حد جالي على غفله او كده يبقى الدنيا برا نضيفه. بس معظم الوقت يعني لما يكون الدنيا مكركبه في المطبخ كده، بحب ادخل اعمله هو الاول، علشان اول ما بيخلص بحس ان انا خلصت اصلا الشقه كلها. بالنسبه لي ده اكتر حاجه متعبه في الشقه واكتر حاجه بتاخد مني وقت. انما بره ايه، يعني بره بتشيلي كل حاجه مكانها، بترتبي الدنيا، لو هتلمعي الارض كده، يعني حاجه بسيطه. آه هنا انا كنت بلاعب يونس ابني، هنا ما كنتش بتخانق مع حد، كنت بلاعب يونس، كان قاعد معايا وكنا عاملين لا يعني العب وكده. خلصنا بقى المواعين. بصوا الطبق قد ايه مليان ازاي، وكل ما اشيل خلص الرخامه الف اجيب من الرخامه اللي ورايا، كل ما اخلص الرخامه الف اجيب من الرخامه اللي ورايا، لما دراعاتي عايزه اقول لكم ان هي وقفت الحمد لله. آه، اصعب حاجه في رمضان هي المواعين، يعني بتتكاثر بطريقه رهيبه. اقسم بالله لو في بلد بتتكاثر كده لكانت الدنيا خربت، كانت هتبقى اقوى بلد في العالم. في بوست اليومين دول منتشر بيقولك ايه، بيقولك رمضان في مصر حاجة تانية والسر في المواعين. ده فعلا انا بيتهيألي مفيش بلد في الدنيا بيبقى فيها مواعين زي في مصر. وينو ابني عمال يعيط بره، وانا هضطر اقفل المونتاج واخرج اشوفه. يعني نفسي اعمل مونتاج مرة واحدة بس يكون على بعضه. خلصنا بقى المواعين والحمد لله الحمد لله، وده بالنسبة لي بيبقى امتع منظر اشوفه في حياتي. غسلنا الرخامة ولمعناها وجبنا فوطة نضيفة خالص ورحنا ملمعينها تاني. بصوا بقى كمية المواعين، والله العظيم المفروض اخد جايزة نوبل على المواعين دي. وطبق القطايف دوت احنا بقالنا يجي 3 ايام بنشيل ونحط فيه، ويعني في الاخر هيترمى يعني. ندي بقى تلميعة للبوتاجاز. عايزه اقولك البوتاجاز كان زي القشطة، وكان معظم اصلا الاكل ما كانش على البوتاجاز، كان في الفرن. بس انا لازم 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 ادي كده تلميعة للبوتاجاز عشان احس ان المطبخ كله بقى زي الفل يعني. الورق اللي هو بيتحط على الرخامة ده حلو قوي وبيتلمع وبقع ما بتمسكش فيه وحلو يعني، عجبني. لمعت بقى الضلف وشلت الفرشة بتاعة المطبخ دي، حطيتها في الغسالة، بتتغسل في الغسالة بتبقى زي الفل. ندي بقى كنسة للأرض ونديها مسحة كمان. انا قفلت ومسحت انا مع نفسي. غيرنا بقى هدومنا عشان كانت العباية مبلولة.
انا اسفه. ندخل بقى على الريسبشن نعمله. اهم حاجه بقى الريسبشن، علشان زي ما قلت لكم لو حد دخل على غفله وكده تبقى الدنيا نظيفه وزي الفل. الراديو ده كل يوم لازم اصحى من النوم اظبطه، نفسي اظبطه على قناه القران واثبته على كده، نفسي اعمل كده مش بعرف. يوسف انس قصدي ويونس على طول يلعبوا فيه ويبوظوه، بقعد بالساعه اظبط فيه. نرتبه بقى، نرتب الريسبشن وننفضه ونحط كل حاجه مكانها. الحمد لله ظبطت اهي. وزي ما قلت لك اهم حاجه تبتدي بيها هي الريسبشن، عشان لو حد دخلك على غفله الاوض بتبقى مقفوله، فما يعني مبتبقاش مهمه قوي زي الريسبشن. مش معنى كده انا بقولك سيبي الاوض تبقى مبهدله، لا طبعا. يعني اكيد اوضه ولادك لازم تبقى مظبطاها عشان هم قاعدين بيذاكروا قاعدين فيها يبقوا نفسيتهم مرتاحه. وطبعا ما ننساش الفرعون الكبير لازم نعمل الاوضه بتاعته عشان ما يطرقعلكيش على دماغك. بصوا بقى الريسبشن حبيب قلبي، يعني بحبه كده، بيني وبينه كيميا رهيبه. بخلصه في 5 ثواني كده. خلصت اهي الاوضه الجميله القمر اللي ما بدخلش فيها، مفيش حد بيدخلها غير انس ويونس عشان يبهدلوها ويضايقوني بس. وكنستها بالمقشه الطويله دي عادي. نطفي بقى النور وندخل على الجزء التاني. الجزء ده احنا حياتنا كلها فيه، بناكل فيه، بنشرب فيه، عايشين فيه، بنقعد فيه. فهو ده اكتر مكان بيبقى يعني متبهدل في الشقة. يعني بالنسبة للركنة دي، الكسوة بتاعت الركنة دي، عايزة اقولك يعني كل التقدير والشكر ليكي، من غيرك كان زماني رميت الركنة دي في الشارع. بتحافظ طبعا جدا جدا على الركنة، يعني ما بضطرش ان انا افك الكيس اللي هو بتاع الشلتة الكبير ده واغسله، لا بشيل ده سهل اسهل بكتير واغسله في 10 دقايق بيكون نشف واركبه تاني. نظبط بقى الايدين دي لما بننام كده عليها بيبقى دماغنا طبعا زيت جيلي مش عارف ايه، فبيتبهدل. ده برضو بيبقى حافظه جدا. ولادي عندهم يعني عادة غريبة قوي، وهم داخلين وهم خارجين لازم يبصموا بايديهم على الايدين بتاعه الركنه، مش فاهمه ليه. بس يلا ما علينا. قلتلكوا قبل كده هما اللي بيربونا مش احنا اللي بنربيهم. نحط بقى الحاجة تاني في المكتبة اللي العيال رميها في الارض. ده كان الشاحن. عايزه اقول لكم ان الشاحن ده قعدت اقلب عليه الدنيا، وفي الاخر لقيت هنا وراس الشاحن في حته والوصله في حته وكده يعني. دي اخرة الصبيان. تبقيش هبله واحمدي ربنا على النعمه اللي معاكي واقعدي ساكته. زي ما انا طبعا بحمد ربنا على النعمه اللي معايا، وربنا يخلي لي ولادي طبعا، من غيرهم ما اسواش اي حاجه في الدنيا. وعايزه اقول لكم ان انا عايشه في الدنيا عشان خاطرهم يعني. الحمد لله على كل حال. بصوا بقى هنا الدنيا راحت زي الفل. نظبط الكنبه دي كمان، والكنبه دي ما بتتسخش يعني زي الجزء التاني من الريسبشن، لان كل قعدتنا على الكنبه دي. عايزه اقول لكم احنا 4 تنفار او 5، كلنا بنقعد على الكنبه دي مع بعض. احنا عيله ملزقه بنحب التلزيق. يوسف بقى كان بيحدف فيني بالمخده، والله يهديك يا يوسف. طبعا السجاده دي استحاله تتكنس بالمقشه دي، بحب اكنسها بالمقشه الصغيره دي، بتبقى حلوه وبحبها. هنا كنست بقى. متنسوش تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.